اللي بينتحر مش عايز يخلص من الحياه، بالعكس المنتحر بيحب الحياه جدا ونفسه يفضل عايش، بس هو عايز يخلص من الالم اللي جواه. طب سؤال تاني، هل الانسان حر؟ الانتحار او اللي يموت نفسه كبيره من الكبائر، مش كفر بس كبيره من الكبائر. انت بتستغفر وبتسبح صح؟ يعني انت، بس انا حاسك بوقك بيتحرك كده، فانا عايز اعرف هل ده استغفار وتسبيح ولا ايه؟ لا طبعا ان شاء الله. هل ممكن واحد صاحبك يجي يحكي لك على حاجه يقول لك انا زعلان ومتضايق من كذا كذا كذا، وانت تقعد تسخر وتضحك عليه وتقول له ايوه عمر بيعمل كده. هل ممكن واحد فينا يقعد في البيت كده، يقعد كده في البيت متضايق كده وزعلان ومامته مثلا لو يكلمه مالك يا ابني زعلان ليه؟ سيبوني يا جماعه دلوقتي، ليه يا ابني مالك؟ اصل انا ودني كبيره. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عاملين ايه؟ الحمد لله شيخ. كله تمام؟ كله تمام. الحمد لله. طيب هنتكلم النهارده عن حاجتين. اول حاجه هنتكلم عنها هي نقطه ما اتكلمناش عنها قبل كده خالص، اول مره اتكلم معاكم فيها النهارده، ده بسبب ان في حاجات حصلت الفتره اللي فاتت فانا عايز اوضحها ماشي ونتكلم فيها، فدي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه هو حديث هنتكلم عنه برضه في اخر الايه، في اخر الدرس ان شاء الله. صلوا على النبي. هسال اول سؤال، هل حد فينا زعل قبل كده؟ في حد ما بيزعلش؟ طب في حد ما بيزعلش؟ اللي ما بيزعلش يرفع ايده. حد ما بيزعلش؟ كلنا بنزعل صح ولا لا؟ مفيش حد ما بيزعلش. حد له راي تاني؟ كلنا بنزعل، مفيش حد بيجي عليه فتره كده ما يبقاش متضايق فيها، يحصل معاه موقف فيزعل او يتضايق. طيب هل حد فينا بيحب يحكي؟ مين فينا بيحب يحكي؟ لما يزعل يروح يحكي لحد، يقول له والله انا زعلان من كذا كذا كذا. ايه ده محدش بيحكي لحد خالص اي حاجه؟ هو اللي بيزعل بيفضل ساكت كده وما بيكلمش حد؟ جميل. حد تاني لما بيزعل بيحكي لحد من صاحبه مثلا، مش شرط ماما او بابا، واحد صاحبك بتحكي له. تحكي لصاحبك. ومهند تحكي لمين؟ تحكي لحد يا مؤمن؟ لاخوك. حلو. وانت يا ادم؟ وانت يا سيد؟ سيف بتحكي لسيف، يعني اللي في حد بتحكي له. جميل جدا. طيب يا شباب ركزوا معايا، هل كل الناس بتحكي؟ بتحب تحكي؟ في ناس بتحكي وفي ناس لا. طيب اللي احنا هنتكلم عنه بقى النهارده هو النوع اللي جاي يحكي لك، واحد صاحبك حصل معاه موقف وزعلان، جاي يحكي لك على حاجه ماشي مزعلاه، انت هتعمل معاه ايه؟ اللي عايز يجاوب يرفع ايده كده ويقول لي هيعمل معاه ايه. فانت ردك الطبيعي معاه بيكون عامل ازاي؟ قول لي يا محمد كده. تقول له ما تزعلش؟ ماشي. معلش. هتتفاهم معاه. هتتفاهم معاه. ماشي. ايه تاني؟ هيتاسف له؟ ما هو مش انت اللي غلطان، هو زعلان عادي. ممكن تقول له بقى انا حزين ان انت زعلان، يعني انت ممكن تقول انا حزين ان انت متضايق. هل ممكن واحد صاحبك يجي يحكي لك على حاجه يقول لك انا زعلان ومتضايق من كذا كذا كذا، وانت تقعد تسخر وتضحك عليه وتقول له ايوه عمر بيعمل كده. واحد جاي يقول لك انا زعلان ومتضايق من كذا 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 وحصل معاه كذا، وتقعد تضحك عليه تتريق عليه وتسخر منه؟ تنمر. بتنمر عليه. وانا اللي سامع. لا دي نقطه ثانيه، دي نقطه ثانيه، مش بيتكلم انك بتسامح ولا لا، احنا بنتكلم في النقطه نفسها. طيب ركزوا يا شباب معايا، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ايه الصح لو واحد صاحبي جه حكى لي حاجه ماشي يتكلم معايا؟ اول حاجه ان انت اسمعه من غير كلام خالص، هو بيحكي لك حصل معايا كذا 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 كذا، اسمع لحد الاخر. طيب وبعدين انصحه، حبيت تنصحه انصحه. طب انا مش عارف انصحه، بحاجه معينه. انت بتستغفر وبتسبح صح؟ يعني انت، بس انا حاسك بوقك بيتحرك كده، فانا عايز اعرف هل ده استغفار وتسبيح ولا ايه؟ لا طبعا ان شاء الله. صلى على النبي. انت مثلا ما عندكش النصيحه، هتعمل ايه؟ هتقول ايه لصاحبك؟ هتقول له روح لحد يديك نصيحه، مثلا الشيخ بتاعك، باباك او مامتك او حد تاني يروح ينصحه النصيحه دي، طالما انت ما عندكش النصيحه. تمام. صليتوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طيب هسال سؤال، الانسان فينا يا شباب ركزوا معايا، الانسان فينا مهم عند ربنا ولا لا؟ حد شايف نفسه مش مهم؟ او ربنا خلقه كده هو ما كانش المفروض يبقى موجود، كان المفروض يكون ميت او مش موجود في الحياه؟ طب هسال سؤال تاني، انت ليه مهم؟ اللي عارف يرفع ايده. ليه الانسان مهم؟ ليه وجودك مهم؟ يلا كل واحد كده فكروا كده، ليه وجودك في الارض مهم؟ ليه ربنا خلقك انت بشخصك بنفسك؟ وجودك ده مهم. ايه اهميه وجودنا في الحياه؟ ايه؟ بنعبد ربنا. جميل. قلب نعبد ربنا. ونسمع كلامه. تمام. ايه تاني؟ طيب يا شباب، هو مين اللي خلق الانسان؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ايه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني ايه خليفة؟ يعني ايه خليفة في الأرض؟ يعني يخلف بعضه بعض، ناس بتموت ويجي بعدها واحد تاني، ناس تموت ويجي بعدها جيل تاني، جيل ورا جيل ورا جيل. طيب ايه الفائدة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان الايه؟ العبادة. طب سؤال تاني، هل الإنسان حر؟ الإنسان يا شباب الصراحة مش حر، الإنسان عبد لله. الإنسان ايه؟ فربنا قال ايه؟ لسه قايلين دلوقتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ايه يعبدون؟ يعني بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، مش مخلوق ان انا حر اعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، لا مش بمزاجك.
يعني انت ممكن تكون حر زي ما انت قلتوا كده، جزاكم الله خيرا اللي قال انت حر ان انت تاكل فراخ او تاكل سمك، تاكل لحمه ماشي او تاكل بطاطس، تنام على السرير او تنام على الارض ماشي، انت تلبس التيشيرت الابيض او الاسود او الاخضر او الاحمر أو كل الكلام ده كله انت حر فيه، صح ولا لا؟ عايز تشرب بيبسي، عايز تشرب عصير، عايز تشرب قهوه، تشرب نسكافيه، كل ده انت حر فيه. لكن في طاعه ربنا سبحانه وتعالى وفي عباده ربنا انت مش ايه؟ انت مش حر. يعني اقول لكم على حاجه، صلوا على النبي. تيجي مثلا تقول للواحد او تقول للبنت، مثلا تقول للبنت البسي الحجاب، تقول لك ايه؟ انا حره اعمل انا عايزاه، خليك في حالك. لا انت مش حره. انت حره في الاكل والشرب واللبس والكلام ده كله، انت حره فيه عادي. لكن في حجاب ربنا ما انتش حره. ربنا قال لك ان انت تلبسي الايه؟ الحجاب. خلاص يبقى تلتزمي بالحجاب، ما تقوليش انا حره. انت كده جبتي، انت حره صح بس في حاجات معينه مش في الدين. واحد مثلا شاب محترم كده وحلو ماشي ومش مربي دقنه، فانت تقول له يا عم انت مش مربي دقنك ليه؟ يقول لك انا حر. قول له لا ما انتش حر. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ان انت لازم ايه؟ لازم تربي دقنك. فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارخوا اللحى وحفوا الشوارب. مش عايزين نتطرق للنقطه دي، بس انا بضرب مثال بس مش اكتر. يعني لو واحد مثلا بيشيل دقنه خالص، بيطلع له شعر ولكن بيشيلها خالص على الزيرو، لا ده حرام عليه، بيأثم، بياخد ذنب. ما هو طالما شال اللحيه خالص، لو شايلها خالص فبياخد ذنب، بياخد اسم على ده. طب اقول لكم على حاجه، صلوا على النبي. واحد بيشرب سجاير وانت قلت له السجاير حرام، ما تشربش سجاير، قال لك انا ايه؟ انا حر اشرب سجاير ما اشربش براحتي. اقول لا ما انتش حر، حرام عليك، لازم تبطل ايه؟ تبطل السجاير اللي انت بتشربها دي. انت حر زي ما احنا قلنا في ايه؟ في الحاجات التانيه كلها، لبس اكل شرب زي ما انت عايز. انما في دين ربنا بالذات ايه؟ مفيش حريه. انت بتسمع كلام ربنا، سمعنا وايه؟ واطعنا. انت قلت حته حلوه برضو يا ادم، واحد بيأذي نفسه زي السجاير برضو. السجاير دي بتأذيك ولا لا؟ بتأذيك. واحد مثلا راح جايب سكينه ماشي وقال لك انا زهقت من الحياه خالص، انا ايه؟ هموت نفسي، وراح موت نفسه، او قطع الشرايين بتاعت ايديه وموت نفسه. هل الحاجه اللي هو عملها دي صح ولا لا؟ هل هو حر بقى انه يعمل كده؟ لا ما انتش حر. انت ربنا خلقك عشان خاطر تعبد ربنا سبحانه وتعالى. طيب صلوا على النبي. شيخ ما حر فيها يعني قادر يعملها ويقدر يعملها. مين اللي خلقك؟ ربنا. وانت هترجع لمين؟ يبقى ترجع لربنا في الوقت اللي ربنا اراده منك، مش الوقت اللي انت عايزه. ما هو الشباب عايز اقول لكم على حاجه، اللي بيموت نفسه بيقول لربنا ايه؟ انا هموت دلوقتي. هل ده ينفع؟ تقول لربنا هموت امتى؟ لا، ربنا هو اللي هيعوزك تموت في الوقت اللي ربنا كاتبه. في واحد هيموت بعد 60 سنه، واحد بعد 70، واحد بعد 10 سنين هيموت. ممكن بكره واحد يموت ما يبقاش موجود، واحد فينا، صح ولا لا؟ فانت لما تقول انا هموت النهارده او هموت دلوقتي، انت كانك بتقول لربنا ايه؟ لا يا رب انا اللي هموت نفسي، مش انت اللي هتموتني. انا اللي بحدد الوقت اللي انا عايز اموت فيه. عشان كده ايه؟ عشان كده الانتحار او اللي بيموت نفسه كبيره من الكبائر، مش كفر بس كبيره من الكبائر، اكبر من اكبر الكبائر. لا الانتحار ليس كفر، هنتكلم في النقطه دي دلوقتي. حد سمع، صلى على النبي، حد سمع عن الناس اللي ماتت الفتره اللي فاتت؟ حد يرفع ايده كده يقول لي في حد مين اللي مات الفتره اللي فاتت؟ قول مين اللي مات الفتره اللي فاتت؟ لا بس انت دي بس انت كنت حاجه زي الانتحار دي عايزين نتكلم عنها، نفهم الانتحار ده موضوعه ايه، عباره عن ايه، وليه الواحد ممكن ينتحر، وليه الواحد ممكن يفكر انه يعمل حاجه زي كده. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي بينتحر مش عايز يخلص من الحياه، بالعكس المنتحر بيحب الحياه جدا ونفسه يفضل عايش، بس هو عايز يخلص من الالم اللي جواه. هو متضايق زهقان. عشان كده سالتكم في الاول، هو في حد فينا ممكن ما يزهقش او ما يتضايقش او ما يبقاش مخنوق؟ مستحيل. حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما ماتت زوجته السيده خديجه وعمه سيدنا ابو طالب، سمى السنه ديت ايه؟ عام الحزن. متخيل؟ عام كامل اسمه عام الحزن. النبي كان متاثر وزعلان فيه وتسمى العام عام الحزن. يبقى الحزن ده حاجه طبيعيه ولا لا؟ طبيعيه جدا. طيب سيدنا يعقوب عليه السلام ابو سيدنا يوسف ابيضت عينه من الحزن، من كتر البكاء على سيدنا يوسف وحبه ليه عينه ابيضت، ما عادش بيشوف من كتر الحزن. الحزن حاجه طبيعيه ولا لا؟ حاجه طبيعيه جدا. يعني لو اقول لكم على حاجه من الحاجات برضو المنتشره الغلط، تبقى انت مثلا بتعيط وزعلان، تلاقي واحد بيقول لك ايه يا عم ما تعيطش انت راجل. هو في رجاله بتعيط؟ غلط، في رجاله بتعيط عادي، ايه المشكله؟ ايه المشكله ما تقعد مع نفسك تعيط، ايه المشكله؟ سيدنا محمد كان بيبكي، سيدنا يعقوب كان بيبكي لحد ما كانت عينه بتبيض واتعمى بسبب الحزن. فالحزن امر طبيعي ولا لا؟ طبيعي جدا عادي. صلى على النبي. بنت مثلا او راجل او كده حصل معاه مواقف كتير زعلته وضايقته ماشي، وبدا ان هو ينهار بقى، مش طايق الحياه ومش عايز يعيش. مشكلته مع مين في الاول كده؟ مشكلته مع مين؟ مع ربنا. ليه مع ربنا؟ صح، ليه مع ربنا؟ بس برفع ايدي، لا انا ماليش دعوه بالصلاه والعباده. انا بتكلم دلوقتي هو واحد حزين ومتضايق من المشاكل اللي بتحصل في حياته ماشي وعايز يقتل نفسه. مشكلته فين؟ هل مشكلته في المشاكل اللي عنده في حياته؟ ايه؟ احسنت. هي دي، هي دي اكتر حاجه ممكن تخلي الواحد يروح ينتحر، او تخيل واحد يقول انا مش عايز اعيش اصلا، عايز اموت نفسي. ان هو مش راضي باللي ربنا بيكتبه له. وزي ما احنا قلنا في الاول، الانسان حر ولا عبد؟ الانسان عبد مش حر. الانسان مش ايه؟
الانسان مش حر، الانسان عبد. انا ربنا كتب لي حاجات في حياتي ارضى بيها، ما اقولش لا اشمعنى انا، ما الناس كلها مش عارف كذا. ربنا خلقني مثلا ببشره معينه بلون معين، انا ربنا خلقني كده ما ازعلش. انت مالك؟ مش انت اللي خلقت نفسك. انا ربنا خلقني قصير، خلقني طويل، خلقني رفيع، خلقني تخين، ماشي، خلقني مثلا شعر ناعم ومسبسب وحاجه كده، واحد تاني شعره خشن، ماشي، ايه ايا يكن بقى. واحد مثلا مناخيره كبيره، واحد تاني مناخيره صغيره، واحد ودانه طويله، ماشي، واحد ودانه صغيره. هل ممكن واحد فينا يقعد في البيت كده، يقعد كده في البيت متضايق كده وزعلان ومامته مثلا لو يكلمه مالك يا ابني زعلان ليه؟ سيبوني يا جماعه دلوقتي، ليه يا ابني مالك؟ اصل انا ودني كبيره، ماشي، او يقول مثلا اصل انا مناخيري كبيره، اصل انا تخين وانا كان نفسي ابقى رفيع، انا متضايق قوي، او انا رفيع ونفسي ابقى تخين، ويبقى بقى متضايق ومهموم وحزين. هل الحاجات دي تخيل واحد يبقى متضايق يقعد متضايق؟ لا، صح انها ما تضايقكش اصلا، لانها حاجات مش في ايدك. هو حد فينا اللي خلق نفسه؟ ربنا اللي خلقك. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ربنا خلقك في احسن صوره وفي احسن هيئه وفي احسن شكل. يبقى انا ايه؟ ارضى بالخلق اللي ربنا خلقها لي، ما اقولش ده فلان احسن مني وفلان مش عارف ايه وفلان معاه وانا معيش، لا، ما اقعدش اعمل كده. ارضى باللي ربنا كتبه لي، كده انا عبد، كده انا عبد صح. ساعتها لو حصل معايا مشاكل او حصل معايا حاجه، مش هبقى بقى متضايق لدرجه ان انا انهار او اروح اموت نفسي او اروح انتحر او اروح اعمل كده. هبقى عادي، الحمد لله ربنا قدر عليا حاجه معينه، خلاص خير الحمد لله. لكن لو واحد بعيد عن ربنا بقى وكل شويه ليه يا رب بتعمل معايا كده، وبيحاسب ربنا كأن هو اللي ربنا وربنا ده عبد عنده، ليه يا رب انت عملت معايا كده؟ لا، غلط. انت عبد وربنا سبحانه وتعالى فوق في السماء بيفعل ما يريد. انت دورك ان انت ايه بقى؟ سلم للي ربنا بيأمرك بيه او بيحصل معاك في حياتك. كل واحد فينا يا شباب، عايز اقول لكم على حاجه، كل واحد فينا في بيته او في حياته عنده مشاكل وعنده حاجات مش كويسه وحاجات مش حاببها وحاجات مش مبسوط بيها، ولكن هو ده ايه؟ هي دي الحياه، ربنا خلق الحياه كده. مفيش حد كامل، مفيش حد فينا حياته كامله 100%، كل حاجه حلوه ومبسوط و10، مفيش حد كده. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سوره البلد قال ايه؟ لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني ايه كبد؟ يعني تعب ومشقه. احسنت. طيب صليتوا على النبي؟ ممكن واحد بيصلي وبيقرا قران وبيصوم كويس ويفكر في الانتحار في حاله واحده بس، اللي هو يأس من رحمه ربنا، اللي هو يأس من رحمه ربنا. قال انا ربنا مستحيل يرحمني، انا ربنا مستحيل يغفر لي، لو هو يأس. اليأس علشان كده ربنا في القران بيقول ايه؟ ولا تيأسوا من روح الله، اي من رحمه الله. ما حدش ييأس من رحمه ربنا. يعني واحد بيعمل ذنوب كتير جدا جدا جدا، يتوب ولا ما يتوبش؟ يتوب. عارفين قصه قاتل ال100 نفس؟ حد عارف قصه قاتل ال100 نفس؟ راح اتقتل 99 نفس، ماشي، وبعدين راح للشيخ قال له هل لي من توبه؟ انا قتلت 99 واحد، ينفع اتوب؟ قال له ازاي تتوب؟ ده انت اللي زيك ما يتوبش اصلا، ده انت قاتل 99 واحد يا مفتري وعايز تتوب. راح قتله ومكمل بال100، قتله وكمل بال100، بقوا كده 100. بعدين الراجل اللي قتله ده حس كده جواه ضميره بيأنبه، طب ما نتوب بقى، عايزين نتوب. قال دلوني على عالم، شوفوا لي عالم شيخ كبير اروح اساله. فدلوه على عالم، راح للعالم قال له انا قتلت 100 نفس، هل لي من توبه؟ ممكن اتوب؟ قال له وما الذي يمنع بينك وبين التوبه؟ يعني ايه اللي يمنعك عن التوبه؟ ايه اللي يخليك ما تتوبش؟ باب ربنا مفتوح 24 ساعه، توب في اي وقت، ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك، ما عدا في حالتين اتنين بس ربنا مش هيقبل توبتك. حالتين اتنين بس ربنا مش هيقبل فيهم توبتك. لا، الشرك عادي، لو تبت ربنا يقبله منك. حد عارفهم؟ لو كفرت ورجعت امنت تاني ربنا يقبل توبتك عادي. لا، مش الكبائر. الحالتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يقبلش توبتنا فيهم، الحاله الاولانيه لو انت بتموت، لو انت الروح بتطلع وتقول انا توبت يا رب، ربنا مش هيقبل توبتك. الحاله الثانيه عارف ان انا لسه هموت. لا، الحاله الثانيه لو الشمس طلعت من مغربها، لو بصيت كده في يوم لقيت الشمس طلعت من المغرب مش من المشرق، خلاص باب التوبه اتقفل. طب لو حد تاب بعدها مش هيقبل منه التوبه بتاعته، خلاص. يبقى هم حالتين اتنين بس. طب غير كده لو فضلت تتوب بقى براحتك ربنا يقبل توبتك ان شاء الله. ان مثلا انا ربنا مش هيقبل توبتي، انا ربنا مش هيغفر لي ومش هيرحمني لان انا عبد سيء وانا عملت حاجات غلط كتير وبعمل حاجات وحشه كتير، ربنا مش هيغفر لي. هل هو صح ولا غلط؟ غلط. ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتك حتى مهما تعمل من الذنوب والمعاصي، ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتك. طب المفروض ان انا اعمل ايه؟ انا حصل معايا كده، خسرت فلوسي، خسرت شغلي، خسرت مثلا بيتي نفسه. يعني عندكم مثلا اخواتنا في غزه خسروا بيوتهم اتهدمت كلها، وخسروا شغلهم، واللي خسر مدرسته ودروسه وحاجته، حياته كلها خسرها، ومع ذلك ما سمعناش ان حد فيهم موت نفسه.
ولا حد فيهم شنق نفسه، ولا حد قال دي مش دي ما عادتش حياه، ده انا ما لا في مدرسه ولا في فصل ولا في بيت ولا اوضه بنام فيها، ولعبي وحاجتي وحياتي كلها راحت. ما حدش فيهم عمل كده عشان مؤمنين بربنا احسن، عشان قوه الايمان بتاعتهم بربنا. الواحد لما يبقى ايمانه قوي في الله، يعني ايه ايمانه قوي في الله؟ يعني مصدق ان في ربنا فوق، مصدق ان اي حاجه بتحصل له ربنا هو اللي عملها، ومصدق ان في جنه ونار. ما هو لو واحد مصدق ان في نار هيموت نفسه؟ ما هو عارف ان هو لو موت نفسه هيبقى والعياذ بالله، الله اعلم بقى، بس الاغلب هيبقى في النار. ليه؟ ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنقول الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تردى من جبل فاسقط نفسه، واحد طلع على جبل وراح ايه؟ وقع نفسه، فانه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وهكذا اللي بيسم نفسه برضه نفس الكلام. طيب هل هيفضل مخلد في النار على طول؟ لا، المسلمين لا، حتى لو هو منتحر، حتى لو منتحر هيدخل النار شويه وايه؟ ويطلع، وان شاء ممكن ربنا يغفر له ويسامحه سبحانه وتعالى. ربنا يغفر لمن يشاء، يعني ممكن ربنا يغفر له، ممكن ربنا يغفر له. ايه؟ في شفاعه للمسلمين، وكل ده باذن ربنا سبحانه وتعالى. شباب عايز اقول حاجه يا شباب، بعد اذنكم يا شباب، لما اسال سؤال او حد يسالك سؤال وانت مش عارف معلومه تفتيش، ما تتكلمش غير وانت ايه؟ متاكد 100%. تمام؟ لما تبقى متاكد تتكلم. ما انا بقول اهو، مفيش مسلم هيخلد في النار، بس انتوا ما انتوش واخدين بالكم من النار. هو انتوا بتتكلموا كأن النار دي حاجه عاديه. هو انتوا حد فيكم يقدر يطلع يقعد على البوتاجاز؟ حد يستحمل فيكم واللي يعملها هديله مليون جنيه يولع الخمس شعلات بتوع البوتاجاز ويطلع يقعد على البوتاجاز فوق؟ اصور لك نفسي. هتطلع تقعد على البوتاجاز 5 شعلات مفتوحين على الاخر ونطلع فوق البوتاجاز ساعه كده ولا حاجه؟ ماشي، اعملها وصور وريني. اقعد مربع كده على الارض، اقعد مربع كده، لا مربع، ايوه نفس القعده دي كده. ممكن اقعد في الهواء. اطلع اقعد مكانك تاني. طيب ضحكنا، ارجع اقعد بقى مكانك تاني، ارجع اقعد تاني. نار الدنيا كلها جزء واحد بس. يعني لو احنا جمعنا نار الدنيا كلها، كل النار اللي موجوده على الارض كلها، هي جزء من 70 جزء من نار الايه؟ من نار الاخره. يعني نار الاخره ما حدش فينا يعرف ايه؟ يتحملها. مش هتعرف تحملها دقيقه واحده. مش بقى ايه؟ البوتاجاز بتاعنا ولا الشعله اللي بتاعت البوتاجاز. طيب كده احنا خلصنا الكلمه بتاعتنا. نعم؟ واحد ما بياخدش درس قرآن يعمل المشان. ما بياخدش درس قران؟ يعني درس قرآن ما عندوش. هو الجاني على نفسه بقى، ما عندوش شيخ يحكي له. هيحكي لمين بقى؟ يتخذ له شيخ بقى يحكي له. لا يروح لاصحابه. شيخ المسجد بقى يحكي له. قال له شيخ. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ ان الله جميل يحب الجمال. احسنت. اعرف منين ان ربنا جميل؟ ايه الحاجات اللي تبين لي ان ربنا جميل سبحانه وتعالى؟ غير الصفات، ماشي، انتوا اتكلموا كلكم في صفات ربنا. ايه تاني؟ ماشي، ان هو بيقبل التوبه، ماشي جميل. بيمهل عباده، يعني بيسيب عباده فتره عشان ممكن يتوب، ماشي جميل. ايه تاني؟ اختلاف الناس، جميل حلو. من رحمته بينا ان هو خلق لنا الشمس تنور الكون، القمر، النجوم مزينه السماء وشكلها حلو. ايه كمان؟ شفت زهره مثلا، او شفت نبات، او شفت مثلا شجره، ماشي، او شفت مثلا، صلى على النبي، شفت مثلا طائر زي طائر الطاووس مثلا، شوف شكله عامل ازاي، الالوان بتاعه الطاووس. حد شاف طاووس قبل كده؟ شفت الالوان بتاعه جناحاته؟ طيب مين اللي خلقه؟ ربنا سبحانه وتعالى. عندك بلاش الطاووس، شو حد شاف الفراشه؟ الفراشات الملونه، البغبغان مثلا، شكله عامل ازاي؟ الالوان بتاعته، التناسق بتاع الالوان بتاعته، بيردد مثلا وراك لو انت قلت حاجه. مغفره ربنا سبحانه وتعالى لعباده. كتير قوي من الناس بتذنب وبتعمل معاصي كتيره جدا جدا، كل يوم 24 ساعه الناس بتعمل معاصي وذنوب، وربنا سبحانه وتعالى ايه؟ بيمهلهم، بيسيبهم. طب هل ربنا قادر ان هو يهلكهم ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى، ولكن ايه؟ يمهل ولا يهمل. نرجع للايه؟ الحديث بتاعنا، ان الله جميل يحب الايه؟ يحب الجمال. يعني ايه الجمال؟ يعني الجمال هنا في الحديث معناه ايه؟ ربنا جميل سبحانه وتعالى، يحب الجمال. انا عايز بقى الجمال ده يعني ايه؟ في كتير قوي، يعني في امثله كتير نتكلم عنها، كل واحد كده ايه يفكر كده. الجمال في ايه مثلا؟ النظافه في الايه؟ نظافه الشوارع يعني. ماشي صح، نظافه الشوارع. نظافه الايه؟ نظافتك الشخصيه. احسنت. نظافه اللبس، صح، احسنت. نظافة المكان اللي انت عايز فيه، شبه الشقة او العربية. احسنت. الاوضه بتاعتك، صح. حسن الخلق من الجمال، صح. نظافه الايه؟ الصحة. يعني ايه؟ ما عملش حاجة
زي ايه؟ سجاير. احسنت. ايه كمان؟ ايه كمان؟ كل دخان. ماشي، كل الحاجات المسكرات زي الخمره والمخدرات والحاجات دي كلها. ماشي، ايه كمان؟ طيب غسيل السنان من الجمال ولا لا؟ اه نظافه شخصيه. نحلق شعرنا حلقه حلوه. نظافه الشعر، انك كل فتره تروح تحلق. يا شباب ركزوا معايا، يا شباب ركزوا معايا. النظافه الشخصيه وانك تروح تحلق عند الحلاق تاخد عليها ثواب. عشان كده لما انا اقول لك روح احلق حلقه كويسه، انت بتاخد حسنات على الحلقه دي. فلما تروح تحلق يبقى شكلك نظيف ومهندم وشكلك جميل، فانت بتاخد ثواب. غسيلك لاسنانك الصبح بتاخد عليه ثواب. نظافه الفرشه بتاعتك والسرير بتاعك لما تقوم ترتبه وتنظفه وتظبطه بتاخد عليه ثواب وحسنات. انت ماشي في الشارع، ركزوا معايا عشان ده بيحصل مع كلنا، ركزوا معايا. تبقى ماشي في الشارع وجايب سندوتشات او جايب كيس شيبسي او جايب عصير او جايب حاجه وكلتها ورحت ايه؟ رميها، ورحت قاعد كده وحاططها جنبك. هل ده صح؟ لا. طب لو انا حطيتها في الباسكت، ثواب، باخد حسنات. الموضوع ما بيعديش كده، بتاخد حسنات. ولقيت طوبه مثلا في نص الشارع اشيلها واحطها جنبي. جميل، بتاخد عليها اجر وصدقه. بنقول ان الدين وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انك لما تبقى نظيف وتبقى جميل ورايح تصلي مثلا، رحت حاطط مثلا ريحه حلوه ولبست لبس نظيف. على فكره في برضه من المشاكل الكتيره اللي الواحد بيشوفها ايه؟ تلاقي مثلا معظمنا هو رايح يصلي لابس لبس النوم، لابس لبس كان قاعد بيه، لكن لو خارج يلبس احلى لبس، تلاقيه بقى لابس الكوتشي وحاطط البرفان الجميل ولابس ومنظف نفسه مروق على نفسه خالص وخارج. يقول لك انت رايح فين؟ انا خارج. طب ليه وانت رايح تصلي ما بتعملش كده؟ ليه وانت رايح تصلي كده مش بتلبس لبس حلو ونضيف وتسرح تسريحه جميله وتشوف اشيك؟ اقول لكم على حاجه، كان في حد من الصحابه كان عنده طقم كان معلقه دايما. يسالوه له انت معلقه ليه كده؟ يقول لهم ده بتاع قيام الليل. الطقم ده انا بلبسه لما اجي اصلي مع ربنا بالليل، اقف كده بالليل اصلي البس الطقم الجديد ده، ما اطلعش بيه لا خروجات ولا رايح اقابل هنا ولا لا، ده عشان اقابل بيه ربنا. مخصص الطقم ده لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. ليه احنا ما بنعملش كده؟ ما هو ده من الجمال برضه، ان الله جميل يحب الجمال. انت رايح تصلي البس احلى حاجه، ما تبقاش لابس ترنج ولا لابس حاجه انت كنت نايم بيها ولا لابس اي طقم وتقول انزل انا كده نازل اصلي، يعني مش رايح بعيد، يعني ده رايح اصلي. صح ولا لا؟ هل ينفع اروح اقابل ربنا باقل لبس عندي او بلبس عادي او بلبس انا بلعب بيه؟ لا. طب سؤال تاني، هل لو انا بره والاذان اذن وانا بلعب، اروح اغير عشان اصلي ولا اصلي على طول؟ لو البيت بعيد اصلي على طول. لو البيت قريب اطلع بقى اصلي على طول عشان الحق القيام والصف الاول. تكبيره الاحرام. الافضل لو في وقت تغير هدومك، تنظف نفسك وتوضى وتنزل لو المسجد. انا بلعب تحت البيت اطلع بسرعه وانت مفيش وقت ممكن ايه؟ تدخل تصلي في المسجد. ماشي؟ بس الافضل ايه؟ انك تبقى لابس كويس. من برضو الاحاديث الجميله، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى ايه؟ ولا الى اجسادكم ولا الى جسمك، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ربنا مش هيبص على شكلك. يعني مش هيبص على شكلك يعني بشكل وحش، لا مش ده المعنى، بس فكره ان انت تبقى رايح بهدف الشكل والمنظر، لا. اهم حاجه عند ربنا هو قلبك وعملك. قلبك عامل ازاي وعملك عامل ازاي. يعني العمل يكون خالص لله مش للناس، ويكون عملك ده صح، عمل صحيح، مش بتعمل اي عمل وخلاص. طيب عامه احنا خلصنا الدرس كده، كل واحد يقول فائده. يلا قول فائده يا سيد. كل واحد يقول فائده. يلا.